السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحة مولودكم وان شاء الله كل عام الأمة الإسلامية بخير. ما جيتش بيدي فارغين، جبت لكم اليوم بسبوسة أروع ما يكون، بسبوسة تفوق الخيال، بنة وخفة ما نحكي لكم. البسبوسة هذه من أحسن ما جربت، يعني وكانت اللمسة تاعي وكانت تجربتي، يعني كانت ما نحكي لكمش، يعني لو كان تجربوها تفهموا واش راني نقصد. بسبوسه تجيكم طالعه خفيفه هشه بنينه، يعني راكم تشوفوا هنا الصوره راهي تعبر على نفسها. بلا ما نطول عليكم نروح نشوف الوصفه تاعنا. اول حاجه نبداو بها هو الشربات. واش نديرو هنايا؟ انا الكاس هذا اللي نعمر به ونعبر به عفوا الشربات هو اللي نخدم به كامل الوصفه. الكاس هذا يوزن 220 مليلتر. ندير كاس ونص سكر وندير معاها ثلاثة ماء. شوفوا كاس ونص سكر، 3 كيسان ماء. نخلط هذاك السكر مليح مليح، نزيد معاهم برج قارص. النكهه هنايا نتوما تحبوا، يعني انا درت معاها برج قارص ونحطها تغلي. كي تغلي نحسب 10 دقائق ونطفي عليها وتشوفوا معايا الاضافه اللي نديرها لها. من بعد ما غلات معانا هنايا لحقت 10 دقائق طفيت عليها، زدت لها المزهر كيما تحبوا، ديروا فنجال، ديروا مغرف، ديروا زوج، يعني النكهات اللي تحبوها نتوما ديروها. نخلي الشربات تاعي يبرد ونمروا للوصفه تاعنا على بركه الله. قبل ما نبدا الوصفه نصلي ونسلم على سيد الخلق محمد عليه الصلاه والسلام. حطيت هنا زوج بيضات متوسطات الحجم، قرصه ملح وملعقه لافاني ونص كاس سكر. تقدروا ديروا حتى الكاس غير ربع، انا مادام فيها الشربات درت لها نص كاس سكر. نخلط هذاك المزيج يعني حتى يذوب لنا السكر. هنا تقدروا تستعملوا الفوية عادي، لكن لازم يذوب معكم السكر كامل. لهنا انا ضفت لها كنكهه، درت لها مبشور البرتقال، كان عندي في الكونجيلاتور درتو لها باش يعطيها هذيك النكهه، يعني تجي النكهه تاعها مميزه. ولهنا ضفت لها كاس غير ربع، بالكم ديروا كاس كامل، ديروا كاس غير ربع زيت وتبدا تحطوا فيه ذاك الزيت يعني غير بشويه، ما تحطوش على دفعه واحده، حطوه على دفعات وبداو تخلطوه حتى يطلع معكم هذاك الخليط. وهنايا انا الباتور تاعي راني دايراتو يعني في سرعه متوسطه، مانيش مقويت له السرعه. ومن بعد ضفت لها كاس حليب، كاس حليب ثاني تحطوه على دفعات، ما تحطوهش كامل هذاك الكاس. كيما هنايا الحليب تقدروا تخدموا غير بالفوي، تنحيوا الباتور على روحكم. ومن بعد ضفت السميده هنا متوسط، هنايا تاع الميزان مانيش عارفه لا ماركه، ما عارفه نخدم بالمولا. هذه المره درت تاع الميزان، درت زوج كيسان ماشي معمرين بزاف، شفتوهم ناقصين صباع. ضفت لها 2 اكياس خميره الحلويات كما كنتم تشوفوا، زوج تالي باكي. وزن كل وحده توزن 10 غرام، يعني 20 غرام في زوج. انا هنا درت زوج كيسان سميد ودرت كاس غير زوج صباع نوات كوكو. انا نوات كوكو في العاده كنت نحطو كيما هكذاك، المره هذه حبيت نبدل النكهه، اني حمصته شويه، يعني واحد ما داتليش وقت، واحد الثواني هكا كان تحمص معايا. ضفتو خلط غير تمام، ما تخلطوش بزاف. حرزوا كي تبداو ديروا في السميد والنوات كوكو، تبداو تخدموا بالباتور برك غير بالفوي ولا كاش سباتول. وتقدروا تعوضوا النوات كوكو بالمكسرات، المكسرات يكونوا محمصين جدد باش تجيكم بنينه. المول تاعي كي كملت كلشي دهنتو، درتلو شويه زيت كيما شفتو، درتلو السميد النوعيه اللي خدمت بها. والمزيج تاعي هكذا يكون، لازم الخليط تاعكم يكون هكا ما ثقيل ما خفيف، يعني اذا ثقلتوه بزاف النتيجه تكون سيئه، واذا خففتوه ثاني النتيجه تاعو تكون سيئه. دخلته للفرن، شعلت عليه من التحت، حطيته في الرف الوسطاني، انا الفرن تاعي كهربائي. درت في الاولى 180 درجه، بعد مورا 5 دقائق نقصت شويه خليتها طابت على عقلها تنفخ وحدها. ومن بعد شعلت عليها من الفوق وطفيت من التحت، سقيتها بالشربات بيكيتها كيما شفتوني بالكيردون. ومن بعد شربتها بهذاك الشربات اللي يكون بارد، هي سخونه، خليتها هكذاك واحد 2 دقائق هكا. ومن بعد درت لها الشربات. شوفوا انا نشرب فيها وهي تشرب، هنا تفهموا باللي الوصفه راهي ناجحه 100%. درت هذاك الشربات على 3 دفعات،
كما راكم تشوفوا انا نشرب فيها وهي تشرب في هذاك الشربات. ان شاء الله الصورة تكون واضحة اكثر. صراحة الوصفة ناجحة 100% ولا مليار بالمئة. جربوها. طريقة الطياب تاعها كما قلت لكم، تشعلوا من التحت ومن بعد تطلعوها، تشعلوا من الفوق عفوا. حطيتها في الرف الوسطاني، ما بدلتلهاش بلاصتها. تزيين اختياري. انا هنا كانت عندي تشكيله من المكسرات، وكان عندي نواه كوكو ابيض ونواه كوكو محمص. زينتها. نتوما عندكم سوغيز زينوا بسوغيز، عندكم الجوز، عندكم يعني اللي تحبوا تزينوا به زينوا به. انا مادام درت لها نواه كوكو من الداخل، كملت التزيين تاعها بالنواه كوكو من برا. يعني تصلح لكم هذه ان شاء الله تحضروها للمولود ولا قهوة العشية، هكذاك تجيكم سهلة في وقفة تحضروها. بسبوسة هذه الذوق تاعها لا يقاوم صراحة. انا من بعد من نقسمها، انا كنت درتها هنايا راهي في الليل، درتها في الليل باش الغدوه من داك نلقاها مع الصباح، ولا اللي يجي ياكل يلقاها، ولا غير تعشاو بها. يعني اللي كلاو التمتم كي وجدت كلاوها والله ولادي ما تعشاو. يعني كانت بزاف بزاف بنينه. اعتذر على الصوت لانه الحساسيه هذه تغلقني كامل. من ذاك الصوت تاعي يصفى، من ذاك الله غالب ما نقدرش، يعني هكا تجيني هذيك البحه. ديما تقولوا لي الصوت تاعك يتقلب. هذه هي الحساسيه، الله غالب الواحد ما عندوش واش يدلها، من داك نتغلق كامل. نركزوا مع الوصفه حنايا. المهم الوصفه تلحقنا والطريقه نفهموها، اما الصوت والله غير ما يهمش. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، الله الله. وكف المصطفى كالورد نادي، الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي، الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البرايا، قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. وصدر المصطفى عرش استواء، الله الله، بعلم الله عم باحتواء، الله الله. وصدر المصطفى عرش استواء، الله الله، بعلم الله عم باحتواء، الله الله. ولا ينطق نبينا عن هواء، ولا ينطق نبينا عن هواء، ولا ينطق نبينا عن هواء. بوحي الله ينطق بالكلام، قمرون قمرون قمر سيدنا. كما راكم تشوفوا لهنا، من بعد ما قسمتها وحطيتها ما تكسرت ما والو. شوفوا الشكل تاعها، شوفوا من بعد تتفتت وحدها، يعني ما معجنه ما ثقيله ما والو. هذه راني قسمتها وهي سخونه كما شفتوني انا نقسم فيها، والدخان تاعها يطلع، يعني البخار تاعها كان يطلع. الشكل تاعها بزاف شباب شهيتكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى تعجبكم الوصفه وتنال استحسانكم. اذا جربتوها خلولي في التعليقات. وذوكا نشارككم واحد الموقف اثر فيا بزاف بزاف بزاف. راكم تشوفوا هذا المشروبات الغازيه وكامل كان جابها لي تلميذ كان يقرا عندي العام الماضي.
صراحة كي دقدق عليا الباب والله العلي العظيم هذو الصوالح ما شغل عادي، هذو ماديات نشربهم يكملوا، لكن الاثر اللي خلاه فيا هذاك الولد يعني راح بكيت كي جا خارجه قالت نقري كي تبكي استاذ. قلتو ما على باليش، قلتو شغل ما كنتش متوقعه تلميذ يربح البيام ويجيني شغل ما عرفتش والله العظيم كي انا جيت نعبر لكم ما عرفتش نعبر، خانت لي الكلمات. قال لي استاذه وقفتي معايا بزاف رغم المشاكل، قال لي وصلتك وحطيتك في مشاكل وقفتي معايا بزاف تستاهلي كل خير، قال لي تستاهلي كل خير. قال لي راني ندعي لك وما ننساش وقفتك معايا وما ننساش خيرك وان شاء الله تلقايها في ولادك. انا هذه الكلمه اثرت فيا بزاف. قال لي استاذه كما تدين وتدان، يعني كما ديري تيا لينا ربي ان شاء الله يجازي لك ولادك وكامل. صراحه هذه الامور اللي نبينكم صح هي مشتريات يعني وغاليه يعني كلفاتو، لكن الاثر تاعها بقى هكا. ما ننساش هذيك الدخله تاع هذاك الولد وما ننساش هذوك الكلمات اللي خلاهم لي. صراحه بقيت دايخه صراحه والله غير بقيت دايخه. قلت الحمد لله الانسان مهما كان الخير مازال الخير كاين، ونوقف مع تلاميذي. الانسان يسعى دائما للخير، الشيء اللي يقدر عليه يديرو. شو نقول لكم، ان شاء الله ربي يهدينا ويصلح لنا ولادنا، وهذا ما كان. ودوكا ديتكم معايا كانت هذه لافي تاع المولود، هذه المشتريات وهذه الخرجه. هذه العرضه كانت عرضتني جارتي ولدها ربح الباك، ان شاء الله مبروك عليه والعقوبه لوليداتكم كامل يا ربي. عرضتنا كانت يعني باش نحكي لكم هذيك الحلويات وهذيك الجو اللي جوزته مع جيراني القدام وكامل، يعني مدة تاع تقريبا 4 سنين ما شفتهمش. صراحة كان جو بزاف شباب، وش من حطة وش من حلويات وش من ديكور، يعني الله يعطيها الصحة والله العظيم بارتنا. كانت كل 5 دقائق تجيب لنا حاجة، هذه قهوة هذا أتاي، جابت لنا الرفيس واللبن. يعني صراحة هي كلفت روحها، ولكن كرمت ضيوفها. ولهنا بعد ما رجعت للدار كنت حطيت في هاد لابواط، راهم هنايا 2 بار بويسك رحت انايا والبنت، لانه بنتي وبنتها صحابات. هذا هو الرفيس دايرته في لي بواط كيما هكذا، قدمته لنا مع قاروره تاع اللبن، حطت لنا ثاني جو طبيعي اناناس. باش نحكي لكم، انا كليت غير دوك لي صالي وجبت الاخرين للدار، ما قدرتش ناكل لانه كي كليت حاجه مالحه الحلوه انا اصلا ما على باليش به. جيت للدار كانوا عندي ضياف، ديجا كانوا عندي ضيافي في الدار، حطيت لهم كيما راهو هكا. حطيت لنا ثاني واحد الرفيس سميد على ما اظن. كنت صورته ما بانش، ما عرفتش كي صورته نسيته. والعشاء كنت حضرت هذا البيتزا على السريع. ان شاء الله الفيديوهات الجايه نشارككم الوصفه اللي مصورتها بالتفصيل وحتى انواع الاجبان وكامل. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ويعجبكم الخرجات والوصفات والجست اللي دار معايا الطفل. ان شاء الله نخليكم بخير، تهلاو في روحكم ومع السلامه.